صحاب البايكر صباح الفل عليكم. تعالى اقول لك الدايره الكهربائيه في السكوتر او الموتوسيكل بتبقى عامله ازاي. طبعا انت بتدور السكوتر، بتبدا هنا دور البطاريه ان هي بتديني الفيرست سبارك او الشراره الاولى اللي بتقوم ملف الكهرباء او اللي بيولد بعد كده الكهرباء. الملف دوت عباره عن يعني دايره نحاس، كل ما بتدور اكتر كل ما بتولد كهرباء اكتر. الكهرباء ديت طبعا كهرباء مستمره، فهنا محتاجين ان احنا نحولها لشكل نبضات. فبتروح للاكتيفاير او المنظم اللي قدامك دوت علشان يديني ال 12 فولت اللي السكوتر او الموتوسيكل محتاجهم، او بمعنى اصح يحول الكهرباء ان هي تبقى بشكل نبضات او دي سي. بعد كده بتروح للموبينه، وديت اسمها موبينه التكرير، بتاخد الكهرباء ديت وتحولها بشكل نبضات تروح للبيبه، القطعه السوداء اللي داخله في الموتور، ومنها للبوجي علشان يولد الشراره. لو تلاحظوا ان اشارات البوجيه بتبقى بشكل نبضات، وهي ديت فايده الدايره اللي احنا شفناها دلوقتي. يبقى الدايره كده زي ما انتم شايفين، هنرجعها مع بعض. البيبه وديت بتستلم نبضات من الموبينه، والموبينه بتستلم من الاكتيفاير، والاكتيفاير بيستلم طبعا من من الدينامو.